التيار السوداني. وأشير هنا إلى آخر لجنة شكلت للنظر في القانون وصدر القرار بتشكيلها في عام 2016، وهي لجنة مولانا الدكتور محمد الحسن حسين شرفي بين أيدينا الآن برئاسته، من قضاة المحكمة العليا ووزارة العدل والمحامين وعمداء كليات الشريعة والقانون ومجمع الفقه الإسلامي وهيئة علماء السودان ووزارة الضمان الاجتماعي، مع بعض الشخصيات القانونية التي لم تنضوي في بعض مما ذكرنا. وعكفت هذه اللجنة على هذا القانون لمدة عامين كاملين في اجتماعات متواصلة، وقدمت مشروع التعديل لوزير العدل وتوبع حتى الوزير الحالي، وقال يا أخواننا في مواد ما واضحة لنا وضحوها لنا، وجاب له مجموعة من المستشارين في إدارة التشريع وجلسوا معانا جلسة طويلة جدا وشرحنا لهم المواد اللي فيها إشكال كلها، وقاموا مبسوطين جدا منها. بعد الكلام ده كله لا أثر لهذه اللجنة وأعمالها اللي قامت بها، وفجأة شكلت هذه اللجنة. ما هي ضوابط عمل اللجان في التعديل؟ وهل هذه الضوابط انطبقت على اللجنة الأخيرة؟ أول ما يتعلق بتكوين هذه اللجنة التي كون بعضها من رئيس القضاء وبعضها من وزارة العدل، كان الشرط في عضويتها أن تضم قضاة من المحكمة العليا ومحامين متخصصين في الأحوال الشخصية. ما يتعلق بعمل اللجان والضوابط التي وضعت لها: ألا ينال التعديل مادة تعتمد على نص قطعي الدلالة. 2. أن تراعي اللجنة في أعمالها بألا تعطل واجبا قطعي ولا تبيح محرما بين. 3. أن تستصحب اللجنة في عملها فقه الواجب وفقه الواقع، وذلك فيما لا نص فيه. ونحسب أن ما وضعته هذه اللجنة من تعديل هو أدق وأجود من أي تعديل سابق، ولكن للأسف وضع هذا التعديل في الأدراج أو أدراج وزارة العدل. آخر لجنة لوضع قانون الأحوال الشخصية، ونعني بها لجنة 2020، شكلت بقرار من وزير العدل في 18/2020 بموجب قراره رقم 47/2020. أما رأينا في هذه اللجنة من الناحية القانونية البحتة ومن ضوابط تشكيل اللجان لتعديل القانون هي الآتية: 1. هناك ذخيرة علمية ممثلة في عمل اللجنة السابقة، كان الواجب استدعاء تلك اللجنة وعرض عملها عليهم بعد أن تبين النواقص فيه. لأنه يا إخواني ما تتصوروا اللجنة الفاتت، ودائما أنا بسندها بقول لجنة مولانا شرفي من 2016 هي شغالة لحد 2018. وزير العدل الحالي عنده خبر بها، لأنه كبيرة المستشارين كانت هي مقررة اللجنة وشالتها بيدها ومشت وضعتها قدامه، وكتب فيها بعض المذكرات قال تستدعى هذه اللجنة أو بعض أعضائها عشان يقدروا يورونا ليه عدلوا المواد كذا 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 إلى آخره. فمشينا وقعدنا معاهم وبينا لهم أسباب التعديل. وما أنسى أقول لكم هذه اللجنة أيضا وضعت مذكرة تفسيرية للتعديل للمواد اللي نالت التعديل. السبب الثاني كما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي أنها خلت في تشكيلها من أعضاء متخصصين في العمل الشرعي، لا سيما القضاة والمحامين المتخصصين فيها. 3. إن مهمة اللجنة في إعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية وليس تعديل للقانون الحالي، مما يعني إلغاء قانون 1900. دي مسألة يا أخواننا مهمة جدا. القرار الصدر اللي أشرت له 47/2020 قال لوضع قانون للأحوال الشخصية، وفي فرق بين وضع القانون وتعديل القانون، مما يعني أنه الإطاحة بكل قانون الأحوال الشخصية 412 مادة تلغى تماما ويجي قانون جديد. والأغرب والأعجب في القرار أنه قال يجب على اللجنة أن ترفع قراره في خلال شهر. يا أخواننا نحن عشان نعدل قانون وما عدلنا أقل من ربع مواده قاعدين 2 سنين. هل يعقل أن يكون لجنة فيها ناس ما مختصين وما عندهم علاقة بالقانون ولا بالعمل القضائي من قضاة أو محامين يضعوا لهم قانون للأحوال الشخصية يتأثر به المجتمع ويتأثر به السودان كله خلال سنة؟ ده كلام ما معقول. 4. لم يبين القرار ضوابط وأسس وضع القانون الجديد وتركه لأهواء اللجنة، وهنا يكمن النقد. وإذا استصحبنا تصريحات وزير العدل السابقة بشأن العمل بمواثيق ومعاهدات الأمم المتحدة ومنها سيداو
وغيرها نخرج بأن اللجنة عليها أن تتضمن أو تضمن في أعمالها المعاهدات والوثائق التي فيها مخالفة صريحة وواضحة لأحكام شرعنا وتضارب مع عاداتنا وتقاليدنا، الأمر الذي جعلها مرفوضة منذ الثمانينات، أعني بها اتفاقية سيدا. فإن أي تعديل لأي قانون يجب أن يراعي ثوابت الأمة وواقعها المتمثل في أعرافها وعاداتها وتقاليدها. لهذا فإن تشكيل هذه اللجنة الأخيرة أمر مرفوض لنا، ولا تستطيع هذه اللجنة أن تفرض واقعا يتضارب مع ثوابت ديننا وأعرافنا.